يا صباح النور، معكم سارة. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. راح نبدا معكم نهارنا تاع اليوم بواحد المقبلات جد سهلة واقتصادية وسريعة. راح نشارك معكم 4 مقبلات من النوع الجيد، تقدري تشاركيهم مع اي وجبة وتقدري تناوليهم ثاني وحدهم. اول مقبله راح نبداو بها، راح نبداو بالحمص بالطحينه. وصفه بزاف هايله وتجي بزاف بنينه. كان عندي هنا ارطل تاع حمص كنت مغتو بالليله من قبل، بعد ما كان بات لي ليله كامله نجي ندير له مورفه كبيره تاع البيكربونات ونخليه يغلي. بعد ما يغلي لي ويدير هذيك الرغوه، انا الرغوه مانيش راح نتخلص منها لانها عباره عن تفاعل البيكربونات مع الماء في درجة الحرارة. نسكر عليه لاكوكوت مدة ربع ساعة أو 20 دقيقة على حسب نوعية لاكوكوت اللي عندك. أنا هذه النوعية جد ممتازة، طاب لي ثمثم، ما نخليش يطيب حتى يتحلي ولا الحبة تاعي كامل تتهرس. شوفوا بعد ما طاب لي كيفاش تجي نتخلص من هذيك القشرة اللي جايه من الفوق. هنا بعد ما طاب نجي نوجد له كميه تاع ماء، كنت حطيت فيها كاس تاع ماء جامد باش تكون نسبه البروده عاليه، ونفرغ فيها داك الحمص وهو سخون. غير نفرغه ونبدا نحرك فيه بيديا، راح تطلع هذه القشره كامل الفوق. كي نحو هذه القشره من بعد الحمص تاعنا كي نحوه راح يجينا كريمي. ثاني خطوه راح نبدا، خليت الحمص تاعي شويه في الماء مده 4 ساعات. ثاني خطوه راح نديرها، عندي هنايا بيضره فانا خيرت حبات صغار، وعندي زروديه كنت قشرتها، وعندي زيتون اخضر. نجي نحط الزيتون الاخضر وزروديه يغليوا لي. البيضه ثاني نديرو في لاكوكوط باش نسرع العمليه تاع الطهي تاعو. واللي يحبوا يفوروا كامل هاد المكونات تفوريهم وتضيفي لهم شويه تاع السكر. بعد ما طابوا لي جيت قطعتهم مكعبات صغار كيما راكم تشوفوا، وتقدروا ثاني ديريهم اصابع، ولا تقدري ثاني تقطعيهم رقيق بزاف. واللي يحبوا حاجه تكون مرابيه تقدري ثاني ترابي زروديه والبيضره. نحتاج هنايا باش راح نتبل هذه المقبلات، عندي بصل، عندي دبشه، عندي ثوم رابي، عندي كميه كبيره تاع الهريسه، عندي قارص خردل، عندي فلفل كحل، كمون وراس الحانوت. نبداو بالزيتون اللي صراحه هذه المقبله بزاف بنينه وتتكل فاسيلمون. راح نحط له حبه تاع بصل كبيره مقطعه مكعبات، عندي دبشه ثاني كنت قطعتها، عندي فلفل كحل، ملح وكمون وراس الحانوت. هذو المكونات او التوابل راح يكونوا على راس المغرفه، حوالي نص مغرفه صغيره تاع قهوه. نجي نديرو ثاني نص مغرفه صغيره تاع خردل، ونديرو نص حبه قارص. اذا ما كانش متوفر القارص تقدري تعوضيه بالخل الابيض. انا هنا في هذه المرحله نفضل الخل الابيض على الخل الاحمر. الخل الاحمر كي تقعد هذه التتبيله شويه في الفريجيدير راح يعطينا طعم مختلف، اما الخل الابيض راح يبقى محافظ على نسبه الحموضه تاعو في الفريجيدير. نحرك كلش مع بعضه حتى يمتزج لي المكونات الاولى اللي درتهم. ونجي نضيف هنايا كاس تاع تاي زيت زيتون، وضفت له نص كاس تاع تاي زيت سونغو. تحبي ديري الكميه كامل زيت زيتون، وانا باش نيفيتي هذيك الرائحه تاع زيت زيتون جيت كاسيتها بشويه تاع زيت سونغو. نخلط كلش مع بعضه. هنا زيد ضفت شويه زيت زيتون، ونجي نحط الزيتون اللي عندي. تقدري تقطعيه دوائر ولا شرائح صغار ثاني. نخلط كلش مليح ونجي نحطه في طبسي ونخليه يتشرب لي كامل هذا التتبيله. بالنسبه للمقبله الثانيه اللي راح تكون الزرديه تاعنا، بعد ما غليناها وقطعناها مكعبات لازم نديروها بارده، ما نستعملوهاش وهي سخونه. نجي نحط الزرديه تاعي، نديرها شويه تاع الثوم، شويه تاع الدبشه، وكيما نعرفوا الزرديه تحب بزاف الكمون، تعطي مزيج بين الكمون والزرديه تجينا واحد الرائحه بزاف هايله. هنا درت مغرفه صغيره تاع الثوم، درت مغرفه كبيره تاع الكمون، وقرصه صغيره تاع فلفل اسود، وندير عصره صغيره او حوالي مغرفه صغيره تاع خل. خلط كلش مع بعضه ونضيف له زيت زيتون. انا هنا في هذه الخطوه الثانيه درت زيت زيتون وزيت سونغو. هنا بالنسبه للزرديه ما تستحقوش كميه كبيره تاع الزيتون، تقدروا هنايا ديروا زيت سونغو ديريكتومون، ولا تقدروا ثاني ديروا زيت زيتون ديريكتومون.
ما ننساوش ثاني الملح اجباري وضروري باش ما تجيناش المقبلات تاعنا صامطين. نخلط كلش مليح ونخلي قبل لا نقدم هاد المقبلات نخليهم حوالي نص ساعه 20 دقيقه يتشربوا لي كامل هاد الدرسه اللي درناها والله هاد الخليط اللي درناه، ومن بعد نقدمهم. بالنسبه للبيطراف واش راح ندير له ثاني كتتبيله؟ درت كميه مليحه تاع الدبشه، ندير ثاني كميه مليحه تاع الثوم. البيطراف فيه واحد النكهه كاين الاغلبيه ما يتقبلوهاش، على ذيك كل ما ضفنا لي زيبيس راح يعطينا نكهه بزاف هايله. درت شويه فلفل كحل، راح ندير شويه راس الحانوت، راح ندير ثاني كمون. الكمون راح نخليه في الاخر باسكو دوك راح ندير دبس الرمان. كي ندير دبس الرمان فيه واحد النكهه حلوه كان نستعملها هي والكمون، راح تقتل لي هذيك النكهه تاع الكمون، على ذيك فضلت اني نخليه الاخر. انا هنا درت دبس الرمان، تقدري تستعملي دبس التمر او دبس العنب اللي متوفر عندك، وتقدري تعوضيه بغرفه تاع عسل اذا ما كانوش متوفرين عندك. درت هنا شويه زيت زيتون، شويه زيت سونغو، ما تنساوش عصره تاع القارص تكون كبيره، ونخلط كل شيء مع بعضه. كميه الملح هنا اختياريه على حسب الذوق، والشواء اجباري على الاقل قرصه صغيره تاع الملح. نضيف مغرفه تاع الكمون تكون صغيره، ونحط البيطراف تاعي ونخلط كل شيء مع بعضه. هاد لا فيديو والله هاد المقبلات شاركتها نزولا عند رغبه بعض المتتبعات، توجور يشوفوني نحطهم في الجروب. قلت علاش ما نديرهمش فيديو سبيسيال، منهم يستفادوا ومنهم يشاركوا التجربه هذه مع كامل البنات اللي يتبعوني. والله اللي يتبعوهم البنات الاخرين في الجروب. نجو بالنسبه للحمص تاعي بعد ما حيت له كامل هذيك القشره، جيت درته هنايا ما حبش يتحرك لي باسكو كانت كميه كبيره، ولي جيت درت في الاشوار. من الاحسن يا البنات يكون الاشوار من النوعيه الجيده وتكون السرعه تاعو عاليه. نجي اول حاجه نرحي الحمص تاعي مليح، بعد ما يترحالي مانيش راح نرحيه بنسبه 100%. بعد ما يترحالي نجي ندير له مغرفه صغيره تاع الملح، وندير له حوالي نصف حبه تاع ليمون. من الاحسن نستعملوا ليمون، اذا ما كانش متوفر حاولي تستعملي 4 معالق تاع خل ابيض. جيت درت له هنا علبه صغيره تاع الطحينه. العلبه الصغيره هذه فيها حوالي 8 مغارف تاع طحينه اذا كانت عندك متوفره العلبه الكبيره. اذا ما كانتش متوفره الطحينه تقدري تستعملي كاس تاع ماء، ديري فيه 2 مغارف تاع نشا، تخلطيهم مليح على نار قليله، كي يشدوا رواحهم تجي تضيفيهم على هذا الحمص. اذا ما كانتش متوفره الطحينه، اذا كانت متوفره الطحينه من الاحسن نستعملها هي. نجي ندير لهم 4 مكعبات تاع ثلج كون جمدتهم، ونصف كاس تاع ماء يكون جامد، ونجي نخلط. النتيجه هذه والله القوام الكريمي اللي نشوفوه في الحمص هو الماء البارد. بعد ما نخلطو مليح بالماء البارد نجي نضيف له كميه تاع الزيت، يجي القوام تاعو بزاف كريمي. شوفوا البنات كيفاش يرجع. هاد الحبيبات صالحكم تشوفوا فيهم هما تاع الجليد. انا كي رحيت كاين بعض الاشوار تاعي ما كسرليش مليح الجليد، بقاو لي حبيبات صغار. وشويه دوكا بعد كي يرتاح لي راح نزيد ندير له دوره صغيره في الاشوار باش الماء هذاك بعد ما ذاب راح يتصفى لي. درت له دوره صغيره، نجي نضيف له حوالي 6 مغارف تاع زيت ونزيد نخلطو بيان. شوفوا هنا البنات كيفاش جا القوام تاعو جد كريمي وفيه بنه غير طبيعيه. لذيك المطاعم السوريه توجور نلقاو فيها هذا الحمص من غير مقبلات، حتى لو غابوا جميع المقبلات في المطاعم السوريه تلقاي الحمص حاضر لانه يعطي نكهه مختلفه خاصه بالخبز السوري. احنا بعد ما كملنا المقبلات تاعنا كامل انتو طريقه الاحتفاظ كيفاش راح نحتفظوا بهم. هذه المقبلات يا البنات كما تعرفوا مستحيل نحتفظوا بهم فوق سمانه. انا بالنسبه ليا مستحيل يقعدوا لي فوق 3 جور 4 جور باسكو البنه تاعهم تخليهم يتكلوا فاسيلمون وما نخممش كي نحضرهم. نجي نديرهم في بورس مونجي. لي بورس مونجي هذو يا البنات لازم يتسكروا بيان، يكونوا محكمه الاغلاق. كي تكون محكمه الاغلاق من بعد كي نجي نجبد منها نستعمل ملعقه خشبيه تكون ناشفه، لازم ما تكونش فيها حتى قطره تاع الماء. وجوست ما نحي كي نجبد من الثلاجه جوست ما نحي الكميه اللي راح نستهلكها نعاود نرجعهم، ما نخليهاش تتعرض لي حتى نسبه الحراره راح تضاين معاك حتى ل10 ايام. وانا متاكده اذا خدمتي كميه كبيره راح تتكلك في اقصر وقت. ومن الاحسن يا البنات تخدموا كميه قليله، كل ما تكونسومي هذيك الكميه تعاودي تاخذي كميه واحده اخرى.